وصلنا في المنطقة العربية لأن تعلن عصابة إلقاء القبض على عصابة، والمضحك والمؤلم معا لواقع المنطقة وفق تعليق ناشطين أن الإعلان جاء بالتنسيق المعلوماتي مع عصابة ثالثة. هذا ما حدث حرفيا بإعلان حكومة بغداد المدارة إيرانيا تفكيك شبكة مخدرات دولية من وإلى العراق. ويبدو أن الأهم في الإعلان وضع زعيم الحشاشين بشار أسد في قائمة التنسيق المعلوماتي لتفكيك الشبكة وضبط 11 كيلوغراما من المواد المخدرة. ولأن الكيلوغرامات هذه يضعها زعيم الحشاشين وميليشاته في جيبهم الصغير قياسا بالأطنان التي يصدرونها شهريا إلى الدول العربية والخليجية وأوروبا وأفريقيا، بدا أن حكومة بغداد المعينة إيرانيا بمن فيها ما يسمى وزارة الداخلية سارعت لترتيب هذه العملية الاستعراضية قبل أيام على انعقاد اللجنة العربية المشتركة حول سوريا في القاهرة، علما أن اللجنة ستناقش تهريب المخدرات في إطار مسرحية أوسع يقول مختصرها. هذا ما قدمه زعيم الحشاشين من تعاون معلوماتي، وننتظر الخطوة العربية المقابلة لمكافأته. ولأن هذا هو حال الحدود العراقية السورية ومعابرها كالقائم والبوكمال الخاضعة للحرس الثوري الإيراني وبشار أسد والحشد الشيعي ونصر الله، أي الخاضعة لسيطرة كبار مصنعي المخدرات في المنطقة، فهل نحتاج هذا البيان لتلميع زعيم الحشاشين وقاتل ومهجر السوريين من جهات وعصابات مشاركة أساسا بجرائم الإبادة الطائفية بحق ملايين السوريين؟ لبيك يا زينب. من هنا مر رجال قوات السيد الشهيد الصدر محمد باقر الصدر تابعين لبدر الجناح العسكري. لبيك يا زينب. على سيرة العصابات، فما حدث من تمثيليات إيرانية مغلفة ببيانات ووزارات ومداهمات حدث مثيلها قبل أيام جنوب سوريا برعاية الروسية. وتقول وسائل إعلامها إن ميليشيا أسد شنت حملات تمشيط مشتركة على الجانب الحدودي مع الأردن للقضاء على تجار ومهربي المخدرات. أما المضحك الذي لا يعلمه الشارع العربي وتحاول الأنظمة تعتيمه أن القيادات المشاركة بحملة التمشيط عن المخدرات وتجارها هم أبرز تجار المخدرات وأذرع بشار وماهر أسد لتهريبها إلى الأردن والسعودية والخليج، ولا سيما مصطفى المسالم الملقب بالكسم وعماد أبو زريق وغيرهم من قيادات تابعة لميليشيا الأمن العسكري والفرقة الرابعة، علما أن الكسم وأبو زريق مدرجان إلى جانب بديع أسد وسامر أسد وغيرهم في لوائح العقوبات الغربية. وقبل هذا وذاك زعيم الحشاشين بشار أسد الذي أقر الكونغرس الأمريكي قانونا لمكافحة مخدراته ومخاطرها على المنطقة والعالم قبل أشهر.